بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية الخير في إطار تنفيذ مشروع أهالي العجيلات جلد جمعية الخير عين دراهم الترحيب بضيوفها الكرام العجيلات ليبيا اللي كان عندهم تدخل يعني محترم برشا وتدخل نوعي في مدينة عين دراهم. وهذا يعني جزء من تدخل جمعية الخير تنفيذ إغاثة أهالي العجيلات. هذه يعني نقول احنا بالسدايا مورد رزق لإحدى المنتفعات بقيمة 1200 دينار. معنا قيمة 100 كيلو صوف، كراسي متحركة. معنا الأخت الكريمة ناشطة في جمعية الخير بعين دراهم، تعرفوا على الاسم؟ مروة حويسي. ليسانس انفورماتيك. انت ناشطة في جمعية الخير في المقر، نخدم في عمل إداري. الأخت الكريمة متطوعة ولا؟ لا نخدم في الجمعيات. يعني متطوعة وتخدم. شنو هو الاسم؟ اسمك ديري. اسمك ديري. من عين دراهم؟ اي نعم. شرفوا الأخت ناهد. شنو؟ متطوعة. الأخت الكريمة متطوعة زادة. شنو يعني كان تطوعك في الجمعية والعمل الخيري والتنموي؟ شنو بالنسبة لك أنت شنو معناه؟ نزلت جديدة، ما عنديش فكرة كبيرة. شكون تنجم تحكي لنا على التطوع هذايا؟ الأخت متطوعة زادة. شنو تحقق أنت كي تتطوع في جمعية وتعمل نشاط مدني؟ شنو سمعت بأهداف الجمعية، حبيت نجي على عين المكان ونشوف شنو باش تعمل. يعني هذه كبداية يعني كبداية إن شاء الله نزيد نكمل فيها. شنو توجه يعني للبنات اللي في جيلك أنت أنهم لا خدمة نبيلة كمل معاك. يلزم أي واحد يجي له الشجاعة باش يجي يشوف ويشارك. هدفنا نبيلة. الأهالي ليبيا يعني اللي عملوا تدخل أنت في بالك بالتفاصيل شنو توجه لها؟ لا تم الصحة نشكرهم برشا. يعني كانت مفاجأة في عين دراهم، يعني أول تدخل بالحجم هذا. بالحق تدخل كبير يعني ونوعي، يعني فما بناء مسكن اجتماعي بقيمة 17 دينار، يعني بعض الموارد الرزق إلى جانب كميات كبيرة من البلاصة ذي بالحق تستحق برشا معاونات. نشكرهم هم خاطر كانوا هم السباقين. إن شاء الله يظل عندنا برشا كيفهم إن شاء الله. الحمد لله.